في كتير مننا بتتمنى إن يكون عندها شخصية قوية بجد، يعني تكون الشخصية اللي مش بتتأثر بسهولة، اللي لما الدنيا توقعها ترجع وتقف أقوى من الأول. الشخصية اللي عارفة هي مين وبتمشي بخط ثابت حتى لو كل اللي حواليها بيتلخبط. الشخصية القوية مش إنك تكوني عدوانية ولا إنك ترفعي صوتك وتفرضي رأيك. القوة الحقيقية إنك تعرفي تتحكمي في نفسك، تسكتي وقت الغلط وتتكلمي لما يكون ليكي حق، تعرفي تقولي لأ من غير ما تحسي بالذنب، وتعرفي تقولي بس في اللي يستحق. في فرق كبير بين الغرور والقوة. الغرور بيخليكي تبيني إنك قوية، لكن الشخصية القوية بتخليكي تبقي فعلا قوية حتى من غير ما تتكلمي، والناس بتحس بيكِ من طريقتِك، من ثقتِك، من نظرتِك، من طاقتِك وأنتِ ساكتة. الشخصية القوية مش حاجة بنتولد بيها، دي حاجة بتتبني مع الوقت، بتتبني مع كل وجع، مع كل موقف، مع كل مرة وقعتِ فيها وقمتِ من تاني. اللي عندها شخصية قوية هي اللي تعبت على نفسها، اللي اتعلمت تقول أنا مش هاسمح لحد يقلل مني، واتعلمت تواجه خوفها واشتغلت على نفسها. كلنا بنبدأ من نقطة ضعف، بس الفرق إن في ناس بتستسلم وفي ناس بتقرر تقوي نفسها وتبني جواها شخصية قوية حقيقية واثقة في نفسها. وفي الفيديو ده هنتكلم سوا عن خطوات عملية بسيطة جدًا، لكن قوية جدًا، تقدري تبدئي بيها النهاردة عشان تبني شخصية صلبة ومحترمة وجذابة جدًا، وتخليكِ تمشي في الحياة براحة وثقة من غير ما تحتاجي تثبتي لحد إنِك قوية، لإنِك هتكوني كده فعلًا. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات ونعمل لايك واشتراك، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. أول خطوة معانا، اسمعي أكتر واتكلمي أقل، وما تخليش الدنيا تعرف كل وجعك. عارفة إن السكوت هو أكتر حاجة بتخلي الإنسان يبقى حكيم؟ الحكيم اللي بيسمع أكتر ويفهم قبل ما يتكلم. إحنا عايشين في زمن كله دوشة وكلام كتير. الإنسان اللي يعرف يسكت ويفكر قبل ما يتكلم ده اللي فعلا عنده قوة داخلية حقيقية. معظم الناس فاكرة إن اللي بيتكلم كتير هو الأذكى، بس الحقيقة اللي بيسمع أكتر هو اللي بيفهم أكتر، بيعرف يتصرف صح. لما تبدأي تسمعي الناس بجد هتكتشفي إنك بتتعلمي من كل موقف ومن كل كلمة. الشخص اللي قدامك ممكن يكون بيتكلم عن نفسه، بس انتي بتاخدي من كلامه درس لحياتك. اللي بيسمع كويس بيقدر يحكم بعقله مش بانفعاله، وبيبقى دايما أهدى وأذكى. في ناس كده لما تقعدي معاهم بتحسي إنك ارتحتي، مش عشان قالوا كلام حلو، ارتحتي عشان سكتوا وسمعوكي. مجرد وجودهم بس بيساعدك تفضفضي وتفهمي نفسك. خليكي انت الشخص اللي يسمع مش اللي يقطع الكلام عشان يحكي حكايته. وهيجي وقت الناس هتبدأ تحترمك أكتر وتثق فيكي أكتر، لأنك ببساطة مش بتتكلمي عشان تثبتي نفسك، انت بتفهمي قبل ما تردي. اتعلمي ما تحكيش متاعبك كتير، لأن كلنا بنتعب وكلنا بنمر بظروف صعبة. مش لازم كل الناس تعرف تفاصيلك، لأن مش كل الناس نيتها خير، ومش كل الناس تقدر تفهمك. في اللي هيسمعك عشان يواسيكي، وفي اللي هيسمعك عشان يحكم عليكي، وفي اللي هيستخدم كلامك ضدك بعدين. المتاعب مش دايما تتحكي، لأن ساعات تقدر تتحل بينك وبين نفسك أو بينك وبين ربنا، لأن الكلام الكتير عن الوجع بيخليكي تعيشي فيه أكتر وبيسحب كل طاقتك منك. احكي وفضفضي بس لما تكوني فعلا محتاجة مساعدة من شخص، والشخص ده يكون حكيم وأمين مش لكل اللي حواليكي. وافتكر إن اللي بيسيب حاجة لنفسه بيحافظ على هيبته وراحته النفسية. في جمال كده موجود في الغموض، وفي وفي جمال برضو موجود في القوة وفي الهدوء. في النهاية اسمعي أكتر وتكلمي أقل،
واحتفظي بجزء من نفسك لنفسك، وتعلمي إن كل حاجة مش لازم تتقال، ومش كل إحساس لازم يتشرح. خلي عندك أسرارك، خلي عندك مساحتك الآمنة، وخلي صوتك جوه قلبك أهدى من صوت العالم حواليكي. واعرفي إن السكوت مش ضعف، وخليكي فاكرة إن اللي بيسمع أكتر بيفهم أكتر، واللي بيتكلم كتير بيكشف نفسه أسرع. الخطوة التانية، ما تقلليش من نفسك ولا من إنجازاتك. عايزة أقولك حاجة من القلب، ما تقلليش من إنجازاتك ولا من نفسك، وما تسمحيش لحد يقلل منك، لأن مفيش حد في الدنيا يعرف تعبك، ولا يعرف قد إيه عديتي على أيام صعبة، وقد إيه قمتي وقفتي تاني بعد ما كنتي خلاص وقعتي. يمكن الناس تشوف اللي عملتيه بسيط وسهل، بس انتي اللي عارفة الرحلة اللي ورا كل خطوة انتي مشيتيها، وعارفة كل لحظة تعبت فيها، وكل مرة عيطت فيها عشان توصلي لحاجة كان نفسك فيها، وكل مرة قلتي مش قادرة ورجعتي حاولت تاني. عايزاكي تعرفي ان كل ده انجاز، ومحدش يقدر يقلل منه. وعايزاكي كمان ما تستنيش حد يجي يقولك برافو، قولي انت لنفسك برافو عليا، قد ايه انا ممتازة. قومي كافئي نفسك على كل حاجة عملتيها حتى لو صغيرة. النجاح مش لازم يكون حاجة ضخمة الناس كلها تشوفها. النجاح الحقيقي هو التغيير اللي بيحصل جواكي، هو انك تبقي اقوى من امبارح. وخدي بالك من نقطة مهمة جدا، واعرفي ان اللي بيحاول يقلل منك هو في الغالب شايف فيكي حاجة هو نفسه مش قادر يوصلها. فما تسمحيش لأي حد يكسرك حتى لو بكلمة أو يقلل من مجهودك. قولي في سرك أنا عارفة أنا مين، وعارفة أنا قد إيه تعبت عشان أوصل هنا. اعملي لنفسك مساحة تحبي فيها ذاتك، وتتقبلي فيها عيوبك قبل مميزاتك، وتشوفي في نفسك القيمة اللي يمكن محدش غيرك شايفها. لأن كل واحدة ليها طريقها، ليها وقتها، ليها قصتها. فما تقارنيش نفسك بحد، لأن كل واحدة بتكبر بطريقتها وبوقتها المناسب. صدقيني يوم ما تبصي لنفسك وتفهمي إنك كفاية زي ما انتي، وتعرفي ان كل انجاز حتى لو صغير ليه قيمة، هتحسي براحة مش طبيعية. خليكي مؤمنة بنفسك، وافتكري دايما انك تستاهلي كل خير الدنيا. واعرفي ان قوتك جواكي مش في رأي الناس ولا في رضاهم عنك. خليكي واثقة، خليكي فخورة بنفسك، وخلي كل خطوة بتعمليها تكون خطوة حب لنفسك قبل أي حد. تالت خطوة معانا، خلي أسرارك ليكي، ومتضيعيش طاقتك في الثرثرة والجدال. في حاجات في الحياة لازم تفضلي ساكتة عنها، وده مش ضعف ولا كتمان زيادة، بس لأن مش كل الناس تستحق تعرف كل تفاصيلك. وعايزاكي تعرفي سرك لما بيفضل جواكي بيكون ليه هيبة، وبيخليكي غامضة بشكل جميل. محدش يقدر يتوقع خطواتك الجاية، ولا يعرف تفكيرك رايح لفين. في ناس بتحب تتكلم كتير وتشارك كل حاجة بتحصل معاها، بس ساعات الكلام الكتير بيجيب وجع دماغ، وبيفتح أبواب ما كنتيش محتاجاها أصلا. فبدل ما تحكي وتشرحي، خدي الأمور ببساطة، واحتفظي بجزء من حياتك لنفسك. أما الجدال، اوعي تضيعي طاقتك فيه، لأن في ناس كتير قوي بتجادل عشان بس تثبت إنها صح، مش عشان تفهم. وساعتها مهما قلتي مش هتوصلي معاهم لحاجة. فاختصري الطريق وابتسمي وقولي لنفسك مش لازم أرد. الهدوء في المواقف اللي زي دي مش ضعف، ده ذكاء، لأنك بتختاري راحتك وسلامك الداخلي على إنك تكسبي نقاش ملهوش لازمة. خلي عندك دايما القاعدة دي، مش كل حاجة تتحكي، ومش كل حاجة تستاهل رد عليها. السكوت ساعات بيحميكي، وساعات بيخليكي أرقى من إنك تدخلي في دوامات الكلام اللي ملهاش آخر. رابع خطوة معانا، كفاية أسف على كل حاجة، اعتذري بس لما تغلطي فعلا. بصي يا جميلة، كلمة أسفة مش المفروض تبقى ردك التلقائي على أي موقف.
في ناس اتربت على إنها تعتذر حتى لما تكون صح، زي ما يكون الاعتذار هو الحل السريع لأي توتر أو زعل. بس الحقيقة إن الاعتذار الكتير بيخلي الناس تشوفك ضعيفة ومش واثقة في نفسك، وده ظلم كبير ليكي. خدي بالك، الاعتذار الحقيقي مش غلط أبدا، بالعكس ده قوة وشجاعة لما تعترفي بخطئك وتتحملي مسؤوليته. بس لما تقرري أسفة من غير سبب بتبقي بتسحبي من رصيد احترامك من غير ما تحسي. الناس بتتعود إنك دايما انت اللي تتنازلي حتى لو هما اللي غلطانين. والمشكلة إن الاعتذار الزايد مش بس بيأثر على صورتك قدام الناس، ده كمان بيأثر على صورتك قدام نفسك. بتبدأي تشكي في قراراتك وكأنك دايما محتاجة موافقة أو رضا اللي حواليكي، وده بيدمر الثقة بالنفس واحدة واحدة. في فرق كبير بين إنك تكوني إنسانة لطيفة وإنك تكوني دايما في وضع الدفاع. اللطافة مش معناها إنك تعتذري على وجودك أو على إنك قلتي رأيك. يعني مثلا لو عبرتي عن رأيك بطريقة محترمة وحد اتضايق مش لازم تقولي آسفة، قولي ببساطة ده رأيي ومش قصدي أضايقك. كده بتكوني محترمة وواثقة من نفسك. في نفس الوقت خلي عندك المبدأ ده، دايما الاعتذار مش لكل الناس ولا لكل المواقف، الاعتذار بس لما أكون فعلا غلطانة. خلي اعتذارك لقيمة لما يطلع من قلبك، مش إن هو يبقى عادة وخلاص، لأن الاعتذار الزايد بيقلل من حضورك وهيبتك. ابدأي النهاردة راقبي نفسك، كل مرة هتلاقي نفسك بتقولي أسفة من غير سبب اسألي نفسك هو أنا فعلا غلطت ولا بقولها عشان أعدي الموقف. ومع الوقت هتلاقي نفسك بقيتي أهدى وثقتك بنفسك زادت ومش بتخافي من رأي الناس زي الأول. وفي الآخر دايما افتكري مش كل الناس لازم تحبك ومش لازم ترضي الكل، أهم حاجة إنك تكوني صافية مع نفسك وعارفة إنك بتعملي اللي عليكي. الناس بتحترم اللي بيحترم نفسه مش اللي بيعتذر طول الوقت. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات وتقولوا لي رأيكم في الفيديو ونعمل لايك واشتراك في القناة. مع السلامة بفيديو جديد.